السلام عليكم حبيباتي ومرحبا بكم معي فيديو جديد على قناتي الحسناء. اليوم غادي نوجد معكم طاجين كواريط السرديل، كيجي رائع بزاف بطريقه اللي معتمده عندي، وكنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم وجربوها بالطريقه اللي غادي نعطيكم، غادي تعجبكم اكيد وغيجيكم مذاق السرديل مختلف، ما كيجيش فيه ريحه الحوت مجهده وكيجي يعني بنين بزاف. كنتمنى ما تنسونيش من الدعم ديالكم، تشتركوا في القناه وتخليو جيم على الفيديو. ويلا نبداو المكونات. بالنسبه للمكونات غادي نحتاجو السردين يكون منقي ومطحون، غادي نزيد عليه هنا شويه تقريبا واحد معلقه كبيره ديال البصله الخضاريه، غادي نحك عليه واحد جوج دروس ديال الثومه، قزبر ومعدنوس، وغادي نبدا نزيد العطريه هنا خرقوم العرق، غنزيد القزبر يابس، الكمون، الابزار، سكينجبير، الملحه. القزبر يابس البنات راه مفيد، ديما كنعطيه لكم في الوصفات اللي كندير لكم ديال الطبخ، زوين بزاف جربوه. كندير التحميره كذلك، وغادي ندير المصير تقريبا واحد معلقه ديال المصير، قطعته مزيان، وزيت الزيتون. وغادي نبدا كنخلط هاد المقادير كامله، نخلطو مزيان باش هذيك القامه تدخل في الكواريط السرديل. هنا في الطاجين غندير البصله الخضريه نقطعها مزيان، وغندير القزبر ومعدنوس، وغادي ندير البنات الكرافس. في طواجن الحوت اللي ديجا حطيت لكم في القناه ديما كنصحكم بالكرافس، لان كتجي اللذه ديالو خطيره في السردين، في الحوت عامه. صافي هنايا حكيت شويه تاع مطيشه زدتها في الطاجين، القزبر يابس، شويه تاع خرقوم معاك، شويه تحميره، شويه الابصار، شويه سكينجبير والملحه. وغادي نزيد جوج عويدات ديال جوج وريقات عفوا ديال ورقه سيدنا موسى من اجل التنسيم. صافي غنحرك مزيان هذيك سميتو، وغندوز نكور هذوك كويرات ديال السرديل، غادي نحطهم في الطاجين. هنا غنكون كنشوي هذا الفلفله. صافي من بعد ما وضعت كويرات السرديل غنزيد عليهم طوماط السوريز نقطعها بحال هكا، غنزيد شويه تاع البصله، شويه تاع الحامض نقطعو حتى هو طرونشيات ونحطهم باش تلقى ديك النسمه ديال الحموضه، الزيتون. وغادي نزيد الفلفله مشويه هي الاخرى من بعد ما غسلتها مزيان ونقيتها وقطعتها. وها كيفاش كيجي الشكل ديالو النهائي البنات، كيجي رائع بزاف. المذاق ما نعاودش لكم، جربوه بهذه الطريقه اللي عطيتها لكم، راه اكيد غادي يعجبكم. ما تنسونيش من التشجيعات ديالكم، الناس اللي مازال ما اشتركوش في القناه ضغطوا على ابوني، ضغطوا على الجرس باش يوصلكم اي جديد، خليو لي لايك على الفيديو، ولا عندكم اي اقتراحات مرحبا بكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو ماشيه، ومع السلامه.